خير يا شيخ الغفر، ما قلبك دايما مش خير يا شيخ الغفر. الله، ودي ملافظ ايه دي؟ منكم واليكم. هو انا بجيب حاجه من عند ابويا؟ ما على الرسول الا البلاغ، مالاني. نعم، فيه ايه؟ طليق. اسم الله، ماله؟ بعتلك حوالة بريدية. صحيح، بكام؟ خدي الجواب اهو وانت تعرفي. هو انا بعرف اقرا؟ استقرالي. لا ما تعجبكش الحوالة تنوحي في وشي، اني ماليش دعوة. ما تقول ايه؟ الحوالة ب17 جنيه، وكاتب لك 4 كلمات بيقول لك فيهم الشهرية بتاعتك اللي هي ال17 جنيه هتوصل لك كل شهر. 17 جنيه؟ طب اعمل فيك ايه بقى؟ عايزني اصرف اني والثلاث عيال 17 جنيه في الشهر؟ يجيبوا ايه دلوقتي النهارده؟ اصرفهم ازاي ما تقولي؟ ما تنطق. دهدي واني مالي يا زاهي؟ عشان تقول لي العمده بتاعك. والعمده بتاعي هيعمل ايه بس؟ يعني انتوا هتقعدوا تتفرجوا عليا وخلاص؟ يا زاهيه انت اخلاقك بقت ضيقه قوي، مش عارف ليه كده. من اللي شفته. طب اتفضلي امضي هنا. وانا هصرفهم منين دول؟ من البوسطه، من البوسطه. اخ، اظلم كمان، اظلم. اني ظلمت حد؟ يا اخويا مش انت، هو عبد الرازق. اخ يا عبد الرازق. السلام عليكم ياما. وعليكم. هي ياما، طبخت لنا ايه النهارده؟ سلقت لكم شويه رز وهرست لكم بطاطس. الحمد لله، استريحنا من البتنجان المقلي. يعني البطاطس المسلوقه دي امله اهو كله محصل بعض. اسكت يا لحسن امك تزعل. أنا ما يزعلنيش ولا يفرحني غير نجاحكم وسقوطكم. فين الشهادات؟ فين النمر اللي بيدوها لكم دي كل شهر؟ انا شهادتي اهي. وانت؟ مش لما ناكل الاول؟ شهادتك فين؟ اما سلامه يطلع شهادته الاول. طلع انت وهو. اهي. وانا اهو. هو انت بتعرفي تقري ياما؟ هفهم يا ام لسان ونص، هفهم. اهدي، ايه الكحك ده يا ولد؟ ما هي دي الحاجات اللي مش فاهمها واللي ابويا كان بيشرحها لي. وانت اهدي. وانا هعمل ايه ياما؟ ما هو اصل. وانت كمان تعالى هنا يا سي سلامه. انا ما عنديش كحك. ايوه، بس المبلغ المكتوب هنا ده اقل من المبلغ اللي مكتوب هنا. قصدك الرقم. رقم ايه وهباب ايه على دماغتكم؟ انا ماليش دعوه، انا ما اقدرش على كده ابدا. انا ما اتحملش اشوفكم مش نافعين. هو في مصر في ملكوت تاني ورميكوا عليا. اسمعوا، الخيبه اللي انا فيها مش عايزاها تحصلكوا. اسمع يا واد انت وهو، انت هتروح على ابوك منك لها له، مش هتقعدوا معايا هنا. تروحوا عنده تتعلموا وتبقوا في رقبته. أنا جهلي واتأذيت من جهلي، مش عايزة اللي حصل لي يحصل لكم. على فين بس يا اقفلي الباب ورايا. أنا ما أقدرش على كده. أنا ما أشوفش الخيبة قدامي وأقعد ساكتة وهو قاعد لي إيديه في المية. الله، هي أمكم جرالها إيه؟ أنا عارف يا أخي، بقت جامدة وكل حاجة تشخط وتزعبب. الله يكون في عونها. لما هي صعبانة عليكي ما بتشطريش في المدرسة ليه؟ يا ابني على قد اللي أنا فاهمة بقى. يعني اسيب اللي وراي وماليش شغلانه غير انت وجوزك ولا طليقك يا زاهي؟ قول لي ماليش دعوه يا عمدي وانا اسيبك وامشي. اقول لك ماليش دعوه ازاي بس؟ ما انتوا كلكم يا عزمه في رقبتي. خلاص يبقى شوف لك صرفه. ما هو صفه انك كنت تروحي له وانت مش عايزه تروحي. اول هام انا ما اقدرش اروح، تاني هام انت كبرني وهيختشي منك، اللي هتقول عليه هيمشي. ايوه هو طالب مني شويه اوراق ومستندات وحاجات زي كده، ومتهيألي كده يعني لما هبعت اقول له تعالى مش هيتاخر. ايوه، ونعمل مجلس ويشوف له حل. ماشي يا زاهي، خلينا انا بس ماليش غير اللي اتجوزت واللي اتطلقت واللي اتسرقت جاموسته. تاني يا عمدي، مش انت عمده يا عمدي؟ حاضر نعمل مجلس. أنا تحت أمرك يا عمدة. والله يا أستاذ عبد الرازق احنا ما كناش نتمنى اللي حصل ده. معلش كل شيء نصيب يا عمدة، طلباتكم. انت واخدنا على الحمي كده ليه قوي يا اخوي؟ عيب يا زاهية، الزامي حدودك. يا ما لزمت حدودي يا عمدي، كنت قافله عليا داري وجيراني فاهمين اني باكل المحمر والمشمر. بس يا زاهية كنت عامله له قيمه بين الرجال، وبعدين بقى شايلاها على كفوف الراحه وعاملاها فندي بين لفنديه واحنا بنغمس صوابعنا. لازمته ايه الكلام ده بس يا عمدة؟ الله بالراحه يا اخويا علينا، بالراحه يا اللي طردتني من مكتبك من مصر وانا ام عيالك. الله 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 الله. وبعدين يا عمدة ما تتكلم. وبعدين يا زاهية سيبني اقول اللي في قلبي بقى يا عمدي. خلاص بقى يا زاهية انتهينا. اصل كل واحد اتعلم كلمتين يضرب الناس التانية بالجزم. لا كل واحد ربنا نقله نقله يطلق مراته. قال ايه جهلي يا زاهية؟ طب يا متنور يا متعلم، خلي المتعلم ده بقى يسأل نفسه.
هيروح فين جنب اللي اتعلموا علام بحق وحقيق وطلعوا مسكوا القمر بايديهم؟ يعملوا ايه دول بقى في اهاليهم؟ يرشوا عليهم من فوق ميه عكره؟ سامع الكلام الفارغ يا عمده؟ انا همشي يا عمده. اقعد يا اخويا، اقعد بلاش اماره. كنا الاول بنتحمل الاماره، على الاقل راكبين في مركب واحده وادي انت كنت الريس. دلوقتي كلت ايه هشرب عليها على الاماره دي؟ جرى ايه يا زاهي؟ احنا مش مالين عينك ولا ايه؟ احنا جايبين الراجل عشان نهزقه هنا ولا ايه؟ خلاص بقى يا بنتي، اللي فات مات، خلينا في دلوقت. اللي شفته كتير يابا على يدك، اللي شفته كتير يا اخواني. خشوا في الموضوع والا انا هفض المجلس يا زاهي. عياله مش قادرة عليهم، وطلباتك يجي يذاكر لهم ويرعاهم. العيال كبرت وعايزة راجل، وانا مهما كان ضعيفة وجهلي يجي يذاكر لهم. ده برضه معقول يا عمده؟ اللي بتقوليه ده كلام مش عمل يا زاهية. يا بنتي الراجل استقر به الحال في مصر. خلاص يا عمدة ياخدهم، انا مش عايزاهم. ايه وانت هتقدر تستغني عنهم؟ عشان مصلحتهم اقدر هدوس على نفسي. قلت ايه يا استاذ عبد الرازق في الرأي ده؟ بس ليا شروط. نسمع. لو خدتهم انا هي ملهاش دعوه بيهم نهائي. ايه ده كلام برضه؟ خليك معقول يا استاذ، دي برضه امهم. لا يا اخويا ماليش دعوه بيهم، ده ايه جربه ولا انكلستون؟ شايف الكلام الفارغ يا عمده؟ عيب يا زاهي. اشوف عيالي يا عمده، من حقي. تشوفيهم يا بنتي تشوفيهم. ما هو لما هي هتشوفهم اللي انا حبنيه هي هتهده، زي ما انت شايف العينه باينه يا عمده. اخص عليك، اخص على اصلك. الله، وبعدين يا بنتي عيب كده، انت بتقطعي نهائي، ما يصحش، ده برضه ابو عيالك ومحدش عارف بكره فيه ايه. انا مش عايزك تقولي غير حاضر، فاهمه يا زاهي؟ وخلي الكلام للرجاله. حاضر يابا حاضر. خليك يا ابني انت معقول، خلينا نوصل لحل. الام لازم تشوف ولادها